السلام عليكم في فيديو جديد على قناة وداد فانز. في هذا الفيديو ان شاء الله نديرو تحليل ومناقشة لماتش وداد ضد انيمبا. ان شاء الله نشوفو التكتيك والخطة اللي خاص تدخل بها السيد عادل الرمزي في ماتش ديال انيمبا اليوم. ماتش ديال انيمبا ما يكونش ماتش سهل، ماتش اللي يحاولوا اللاعبين انهم نتمناو ياخدوا بواحد الجدية كبيرة. علاش؟ حيت هاد الماتش يفكرنا في ماتش ديال بيدرو اتليتيكو سنة 2022 مع السيد وليد الكراكي، العام اللي كنا ربحنا فيه العصبة ولكن كان في هذا الماتش كان فيه واحد شويه ديال الشك. علاش؟ حيت كنا ربحنا الالي في انغولا ب3-1 وعاودنا رجعنا للرشور تعادلنا 0-0. فريق الانغولي كان في داك الماتش جا انه ما عنده ما يخسر. داكشي اللي غيبان لينا نيت في الفريق النيجيري. فريق انيمبا نفس البلان، غيجي انه ما خاسر حتى شي حاجه، ما غيخسر والو، غيلعب كلشي هجوم، غيحاول يماركي. اللي على الوداد هو انهم ياخذوا الماتش بواحد الجديه. لاعبات الوداد ما خصهمش يستهينوا بالخصم، انه صافي حنا ربحنا في تيرانو، صافي ما يقدرش هو يربحنا، يقدر يربحنا، يقدر يماركي شي بيت ما مفهومش، شي بيت ما كان فيه شي خطا شي حاجه يماركي، غير داك الثاني ويرجع اللور. وديك الساعه انت خاصك تماركي عليه وغيطيحنا نفس السيناريو اللي طيحنا مع سان داونز مع في 2021 مع البنزرتي، بحيث انهم كاملين غيرجعوا اللور ويخليك تبقى تسونطري حتى يعطوك جوج ماتشات اخرين وما غاديش تماركي. علاش؟ حيت عندهم امتياز ديال الضربات الراسيه، امتياز ديال القوه البدنيه، هادشي باش غيربحوكم هما. نتمنوا اللاعبين ياخذوا الماتش بجديه، وان شاء الله التوفيق، وان شاء الله التاهل، وان شاء الله نديروا شي حاجه في هاد الكومبيتيسيون الجديده. ندوزو دابا نحاولوا نشرحوا الخطه والتكتيك اللي غيحاول يدخل بهم السيد عادل رمزي. عادل الرمزي كيف ديما غيدخل بخطه ديال 4-3-3، ولكن غالبا غيكون تغيير في النمط التكتيكي ديال الفرقه. ان شاء الله كيف ديما غيدخل بالمطيع في حراسه المرمى، المطيع اللي بدا كيرد المستوى ديالو، وان شاء الله نشوفوه بواحد المستوى كيف المستوى ديال العام اللي فات، وان شاء الله احسن ويحاول يتطور معنا حتى يوصل ان شاء الله لكاس افريقيا في 2024 ويكون والد مع السي وليد الكراكي. المطيع في حراسه المرمى. غالبا في قلب الدفاع يقدر يدير شي تغيير السيد عادل الرمزي، بانه يحيد ابو الفتح حيت عنده بطاقه صفراء. حيت كاين قانون في السوبر ليغ هو انك الا خديتي جوج صفرات الماتش اللي وراه ما تلعبش. يعني اول فتح اللي خد صفرا في هذا الماتش وتاهلنا ان شاء الله ما غيلعبش في ما الا خد صفرا ما غيلعبش في النصف النهائي. هادشي اللي ما كنتمناوش حنا، بغينا اللعابه كاملين يكونوا واجدين في نصف النهائي الا تاهلنا ان شاء الله، حيت غيعاونونا كاملين ومحتاجينهم. ابو الفتح وحركات غالبا في قلب الدفاع حيت ما غيحاولش يغامر ويبدلهم. عطية الله والعمل كيف ديما، عطية الله اللي بمستوى ثابت كيعاون الفرقه بزاف، لا بالخبره ديالو لا بالصعود ديالو لا بالدفاع ديالو لا بكلشي. العملود حديث ولا حرج. العملود راه كيف ديما، يعني نهار كتحتاجو في المباريات الحاسمه ما كتلقاه كيسجل كيدافع كيف مدافع ضد سان داونز في الاكتشاف في 2019 جال الوداد، كيف كيهاجم كيماركي في كاس العالم، كيماركي في شي فينال، في اي حاجه تحتاجو غيماركي، غيطلع غيعاون غيدير اي حاجه. فالتطمينة غالبا غنلقاو تغيير، غيحاول السي عادل الرمزي انه يحيد جبران ويلعب السرغات مع الدراوي وحيمود ان شاء الله يقدر ياخذ المكان ديال بوسوفيان اللي شفناه فيه بزاف ديال لي ديشي في الماتش اللي فات. واخا كان تكتيكيا كيعاون الفرقه كيحاول يحافظ على الكره في الوقيته اللي خاصنا نوقفوا اللعب ونبردوا اللعب، تيحاول حتى هو ياخذ كره وعلى ثقه الاصدقاء ديالو، ولكن دار بزاف الاخطاء في الماتش اللي خلاته ما يكونش مزيان. لا نعاودو حيمود علاش؟ حيمود لاعب باقي صغير، حنا باغينا عنده خبره في عصبه الابطال اكثر من بوسوفيان. حيمود اللي ربح العصبه مع الركراكي لعب عصاب تقريبا، لعب من الركراكي وهو تيلعب معنا العصبه وتيلعب مباريات كبار، داكشي علاش كنفضلو انا على بوسوفيان في هذا الماتش. الدراوي راه لاعب اللي اللعب ديالو كيتحدث عليه ماتش ورا ماتش، كيطلع النيفو، ولاعب اللي باغي غير يلعب. كيفكرني بزاف وليد الكرتي، اللاعب اللي ما كتشوفوش في التصريحات، ما كتشوفوش في الاعلام، كتشوفو التيران تيدخل تيعرك التونين تيتقاتل وتيخرج في حالاته. لاعب اللي كنتمنى يطول مع الوداد ويطور من المستوى ديالو، ولما لا تا هو نشوفو ان شاء الله في كاس افريقيا في 2024 مع منتخب الجزائر.
في الهجوم غالبا غنشوفو تغييرات بزاف. اولهم هو انه غالبا غيدخل بوهرة واناجم في الاروقه. علاش؟ عندنا مشكل ديال الهوني، كان الماتش اللي فات خرج اصابه ما غيغامرش بيه في هذا الماتش، غيخليه يستراح حيت عنده العياء. لعب تقريبا كاع الماتشات من نيجا، من ماتش الفتح هو كيلعب كاع الماتشات. وماتش كان صعيب في نيجيريا، كانت المشكل ديال الرطوبه وبزاف المشاكل، داكشي علاش غالبا غيلعب بوهرة. وناجم غيلعب باش ان شاء الله نتمنى انه يرجع النيفو ديالو. اللاعب اللي محتاجينه بزاف، واخا هو يقدر ما يعاونك بزاف ولكن يقدر يعطيك شي سونطراج ديال البيت، يقدر يراوغ شي لاعب يجيب لك شي بيلانتي كيما موالف كيدير. هادشي كنحتاجو في افريقيا الخوف الكروي. سامبو غالبا غيرجع كقلب هجوم، لاعب اللي المهم ماشي كيما داكشي اللي بغينا حنا في تصنيف المهاجمين، ولكن المهم قاضي غلط احسن من الشرقي البحري. الشرقي البحري اللي لعاب اللي كما تنقول لاعب تكتيكي، ما تعولش عليه بزاف يماركي، لاعب اللي يقدر تعول عليه كمحطة يستقبل الكرة وعلى الأجنحة يمشي لمنطقة الجزاء باش يضرب بالراس. هادشي اللي كيعرف يدير. شي حاجة أخرى ما تسناش منه أنه يشد الكرة ما بين المدافعين راه هو غيسدد، هادشي ما تسناش منه من الشرقي البحري. سامبو فيه شوية من هادشي، يقدر يعاوننا في هاد الأشياء هادو، وعنده تخيل مع الفرقة، وعنده انسجام حتى مع اللاعبين اللي معاه. واخا هو فيه واحد البلان ما انا ما تعجبنيش، هو انه تشد الكره من هنا، تيكون هنا تشد الكره تيبغي يديرها للشبكه، وكيكون عندنا بعض المرات فرص سانحه اننا نمشيو نماركيو، وتيدير هادشي كيضيع الفرقه في هاد المنطقه نقدروا نماركيو فيها. فهادشي اللي كان هادشي اللي كيبان ليا في تشكيلة الوداد والتكتيك الوداد. غالبا الوداد ما غتغامرش في الاول، غتلعب بلوك دفاعي متقدم، غتحاول تضغط شويه على الفريق ديال انيمبا، تاخد كرة وتمشي تحاول تماركي عليهم شي بيت. حيت لا ماركيتي عليهم بيت تقريبا غتحاول تسالي معاهم الماتش ديك الساعه بيت، غتزيدهم تاني وغتسالي الماتش ديك الساعه. كنتمناو هادشي بانه هو اللي طرا، وان شاء الله الوداد تاهل ودير شي حاجه في هاد المنافسه، واللي ما لا نربحوها ان شاء الله ونكونوا اول فريق كيتوج بهاد البطوله. لا سيما ان المنافسين كاملين تقريبا ماشي بداك النيفو العالي، منافسين يعني عادي. الاهلي راه ماشي في النيفو ديالها، راه تعادلات مع سيمبا ذهابا وايابا. ما عندك الترجي خسرت ضد مازيمبي واخا ما دارش شي هجمات بزاف باش تضمني اللعبه ولا باش تربح داك الماتش ديال الترجي. عندك سان داونز هو اللي كيبان ليه المنافس القوي بزاف. علاش؟ حيت عنده حارس مرمى مزيان اللي كيعاونهم بزاف، حيد ليهم ضربة جزاء في الماتش ديال الذهاب، عاونهم بزاف في الاياب، حيد ليهم شي كواري اللي واعرين. هذاك هو الفريق، ولكن الوداد بالخيبه ديالو ان شاء الله قادر يدوز. وهادشي اللي كنتمناو، ونشوفكم ان شاء الله من بعد التاهل وفي الفيديو الجاي. شكرا.